السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. معاكم موسيف للاكل البيتي. النهارده انا قلت اقول لكم كل يوم وصفه او كل يوم اكله انا بعملها، عشان ما تحتاروش برضك في الاكل. يمكن حد يختار ويفكر انا هو يعمل اكل ايه كل يوم. تمام؟ يعني انا قررت كل يوم انزل لكم كل يوم اكله انا بعملها. تمام. النهارده انا عملت كشري. كشري بتاع الشعب المصري الجميل، بس بطريقه مختلفه شويه. اللي هو ازاي؟ اللي مغمق الرز كده، لان انا ما بعملش رز على شعريه بس. تمام. انا بعمله ازاي؟ اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسونيش طبعا في لايك واشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وعايزه تعليق حلو كده لام سيف، وتقولوا لي طبعا ايه رايكم فيه لكل اللي هيجربه. تمام يا حبايبي. انا ما بعملش الوصفه على البوتاجاز، انا بحب اوريها لكم جاهزه، وطبعا بشرحها لكم من الالف للياء. تمام كده يا حبايبي. الكشري ده انا عملته ازاي؟ جبت بصلايه بشرتها، حمرتها مع شويه شعريه، غمقتهم شويه عشان الرز يبقى غامق كده. تمام كده. حطيت عليهم شويه عدس اصفر، اللي هو بتاع الكشري الاصفر. وبعد كده حطيت عليهم الرز، وبعد كده حطيت عليهم العدس ابو جبه اللي انا كنت سلقاه نص سوا. حطيت كله على بعضه. يبقى انا حطيت البصلايه مع الشعريه وحمرتهم شويه، غمقتهم شويه عشان يغمقوا لي الرز بالمنظر ده زي ما انتوا شايفينه كده. تمام. وبعد كده حطيت عليه العدس الاصفر. العدس الاصفر شويه صغيرين مش كتير، بس العدس الاصفر بيديله تيست حلو جدا وطعم بيبقى هايل، بيخليه معسل وجميل. وبعد كده حطيت عليه العدس ابو جبه، سلقته نص سوا وحطيته. تمام كده. خلصت كل الرز في السوا، حطيت عليه طبعا شويه ملح. حطيت عليه شويه ملح، وحطيت عليه واحده ماجي فاين فوز، وحطيت عليه شويه كمون وفصين توم مدوقين، وحطيتهم على الكشري، وقلبت كل الكشري في بعض وسبته يستوي، وبقى بالمنظر ده يا حبايبي. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرزايه مستويه اهي وجميله وشكلها هايل بصراحه. وبعد كده سلقت المكرونه وسبتها بيضه زي ما هي، ما حطيتهاش على الكشري ولا حاجه، حطيتها من فوق. تمام. وطبعا عملت حمص الشام، عملته في فيديو هبقى اقول لكم على طريقته وهنزلها على طول. وعملت الصلصه عملتها ازاي؟ زي اي ست مصريه. عملت تومه حمرتها، بعد كده حطيت عليها شويه خل، الخل بيدي تيست عالي قوي. تمام. وبعد كده حطيت الطماطم وتبلتهم بفلفل اسود وشويه شطه وشويه ملح وواحده ماجي، مفيش اكتر من كده. بس اساس كل الكشري الكمون. تمام يا حبايبي. عايزاكم تجربوه وتقولوا لي طبعا ايه رايكم، وتقولوا لي لايك حلو لام سيف، وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تشتركوا في قناتي، وانتظروني بكل يوم فيديو شكل مع كل يوم اكله جديده مع ام سيف للاكل البيتي. شكرا يا حبايبي.